حضرتك قلت كتير وخلى الموضوع ابسط واسهل بكتير. يا ترى فعلا الكشف المبكر دوت بيساعد السيده انها ممكن بادويه، ولا زي ما احنا بنقول لازم تاخد كيماوي؟ ومين اللي نقدر نقول له لا انت ممكن بادويه ولا بكيماوي ولا باستئصال؟ هو طبعا الاكتشاف المبكر ان انا الورم الاقيه اقل من سنتي، او في البدايات ممكن انا اعالجه بالجراحه فقط، وهي الجراحه يوم يعني ممكن اجي اشيل الكتله دي ونحافظ على شكل وحجم واحساس الثدي زي ما هو بالكامل، ولا تحتاج كيماوي ولا تحتاج اشعاعي، وتشفى بالكامل. حتى لو حجمه صغير جدا يا دكتور؟ ما هو ده لو حجمه صغير، اه، يعني لو هو حجمه اقل من سنتي اقل من سنتي. واكتشفناه اكتشاف مبكر. وعشان كده برضو اشعه الماموجرام يا فندم مهمه جدا للامانه، والناس الاكثر عرضه هم الاولى انهم يعملوا اشعه الماموجرام. ويمكن بنقول لو اشعه الماموجرام ما ينفعش تتعمل قبل سن ال 30، ممكن الناس اللي هم الاكثر عرضه اللي عندهم تاريخ وراثي اللي هم اصغر من كده يعملوا اشعه الرنين المغناطيسي على الثدي، لان عارفه سيادتك الانسات الصغيره بيكون الثدي كثيف شويه. أيوه. فاشعه الرنين المغناطيسي تحل المشكله، وتحل المشكله وتوضح برضو. لان انا في الاخر انا يهمني 3 حاجات. ان انت تشوف فعلا في ورم ولا لا. بالظبط. ويهمني كمان يا فندم لعلاج المريضه الشفاء الكامل، أكيد. عدم ارتجاع الورم، والاهم برضو بالنسبه لي شخصيا جوده الحياه. انا زي ما قلت لحضرتك انا بعتبر ان الاستئصال الكامل ده عجز فعلا. لان عندنا ما يسمى البودي ايمج، شكل. عارفه شكل حضرتك صح. الانثى ليها شكل وليها لبس طبعا. وزي ما قلت لحضرتك احنا من ضمن الاسباب بتاعه الاورام يقال ان انخفاض المناعه نتيجه الحاله النفسيه. صح. فانا وسيدات كتير، انا عايز اقول لحضرتك ناس متعلمه جدا وفي مناصب كبيره جدا ساعات ما بتقدمش على الاكتشاف المبكر خوفا من الاستئصال الكامل الثدي. اكيد صح. وللاسف هو ده بيعمل لهم رعب عشان يقولوا لا انا هفقد شويه من انوثتي او هفقد شويه من شكلي الجمالي. طب دكتور علي معانا اتصال.